الحيوانات اللي معانا النهاردة بتحاول تنقذ حياتها وهي في أسوأ حالاتها من التعب والإجهاد، وشوية حنية من البشر ممكن تغير قدرهم للأبد وتكتب لهم عمر جديد كمان. تتفق معايا أو تختلف، بس الناس اللي بتساعد الحيوانات دي قلوبها مليانة رحمة مختلفة عن أي حد تاني. الفيديوهات اللي معانا النهاردة لحيوانات طلبت مساعدة البشر بطرق غريبة جدا. بس قبل ما نبدأ، لو انت مش مشترك على القناة ياريت تشترك وتدعمني بلايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. التعابين بتاكل أي حاجة من على الأرض، عشان كده التعبان ده من جوعه أكل قطعة من البلاستيك اللي سدت له معدته وكان ممكن يموت. لو انت شفت المنظر ده هتقول ده تعبان ومش هتعرف تقرب له، واللي يحصل له يحصل له. ولكن الشخص ده من رحمته حاول يساعد التعبان لحد ما نجح. نظرة اليأس وطلب المساعدة على وش الأم تلخص كل حاجة. ابنها اتشبك ومش عارفة تخرجه، ولكن الشخص ده حاول يساعده ويرجعه لأمه تاني. ناس كانوا معديين بالصدفة لاحظوا حصان واقع بسبب عاصفة ثلجية من الليل اللي قبله. الناس دي فضلت تطمنه لحد ما فوقته وطلعته من اللي هو فيه. الكلب الصغير ده لو اتسرب في محطة قطر لوحده وكان بيدور على حاجة ياكلها عشان يعرف يعيش ليوم تاني. وبسبب قسوة بعض البشر كان الكلب لما يقرب منه حد كان بيصرخ من الرعب. ولكن الشخص ده ما كانش زي اي حد تاني. لما كسب ثقة الكلب الصغير خد الكلب واتبناه واداله حياة يستحقها. قرش صغير اتزنق بين الصخور وما كانش هيشوف عيلته تاني ولا هيعيش لولا الناس اللي عدت عليه وشافته. بمجرد ما شافوه شالوه بسرعة ونقلوه على المية عشان يعرف يعيش. قطة اتحبست جوه بيت حصلت له حريقة وبسبب استنشاق الدخان اغمى عليها. ولحسن الحظ عامل الاطفاء ده خد باله وعمل كل حاجة عشان يفوقها ويساعدها ترجع للحياة من تاني. للأسف بعض الناس لما بتشوف حيوان بيموت بسبب سكتة قلبية بتسيبه، ولكن الراجل ده علمنا ازاي ما نستسلمش في عمل الخير حتى لو عشان حيوان. في الأول وفي الآخر انت بتنقذ روح. على الطريق في تايلاند تعبان ضخم كان بيحاول يخنق غزالة صغيرة عشان ياكلها، ولكن بعض السياح شافوا المنظر ده وقرروا ان هم يتدخلوا ويساعدوا الغزالة بأي طريقة عشان تعيش حياتها. حيوان الكسلان هو أبطأ الثدييات اللي على كوكب بتاعنا، عشان كده ممكن يعدي طريق زي ده في يومين. ولكن الراجل ده من رحمته وقف له العربية وقرر انه ينزل يساعده ويديله توصيلة ببلاش كمان. حيوان الكسلان تحس انه بيشكر الراجل، سبحان الله. كلب في الشارع وقع في المية، ولكن مجموعة من الشباب قرروا يعرضوا نفسهم للخطر عشان يساعدوه.
أنثى السلحفاة دي للأسف بلعت شبكة ومش مخليها تتنفس أو حتى تاكل كويس. ولكن لحسن الحظ السلحفاة دي لقت ناس اللي هتساعدها وتخلصها من المعاناة اللي هي فيها. الناس دي لاحظت ذئب مغمى عليه ومش بيتنفس كويس. اي حد ممكن يشوف المنظر ده كان ممكن يخاف ويمشي، ولكن الناس دي عملت تنفس صناعي للذئب وعرضت حياتها للخطر عشان فرصة يدوها للذئب انه يعيش. غزالة صغيرة اتزنقت في بحيرة من الطين، وده معناه نهاية حياة الغزالة، ولكن الشخص ده عطل نفسه وشغله لما لقى حيوان محتاج مساعدة. ومن رحمة ربنا على الغزالة انه جاب لها راجل شاطر في شغله يطلعها من غير ما يجرحها بالحفار الكبير دوت. وبنفس الحفار ونفس الشخص قدروا انهم ينقذوا دب صغير من الغرق. الغزالة الصغيرة دي اتزنقت بين السور والحيطة. الموقف يبان لك تافه جدا، بس بالنسبة للأم حاجة في منتهى الرعب، لأن مفيش في ايديها حاجة تعملها عشان تنقذ ابنها. ولكن الناس دي سمعت بكاء الغزالة الصغيرة وحاولت تنقذه. الجمل ده من تعب الشمس والعطش وقع على الطريق ومقدرش يتحرك، ولكن الراجل الطيب ده وقفله واداله المية. البقرة الصغيرة دي وقعت في النهر وكانت في طريقها للغرق والموت، ولكن شجاعة ولد صغير أنقذت حياتها. والصراحة النطة اللي عملها دي ولا تتعمل في الأفلام. قطة صغيرة وقعت في وسط المية، ولو كانت فضلت كده كان الموت بالنسبة لها شيء أكيد. بس الراجل ده نزل لها قفص صغير عشان ينقذ حياتها. الموضوع بالنسبة لك يبان تافه، ولكن المجهود الصغير اللي عمله الراجل أنقذ بيه روح. البط الصغير من الكائنات اللي بيبقى متعلق بأمه جدا من صغره، عشان كده البط ده وهو ماشي ورا أمه مقدرش يطلع الرصيف دوت. ومن حنية الراجل ده انه لاحظ وساعدهم. العيلة دي متعودة كل اسبوع تيجي النهر ده تلعب مع الكلاب بتاعتها، بس المرة دي حصلت حاجة صعبة. كلب منهم ابتدى يغرق، وسرعة رد فعل صاحبه انقذته في اللحظة الأخيرة. السنجاب ده اتضرب من لسعة الشمس، ولحسن حظه شخص لاحظه وقدم له المية. واللي يأكد لك ان الحيوانات دي بتحس كمية الشكر والامتنان اللي طلعها السنجاب للشخص اللي انقذه، وما كانش عايز يسيبه، كأنه بيشكره انه انقذ حياته.
اوقات بنستقل بذكاء الحيوانات بسبب اننا مش فاهمينهم، ولكن السلحفة دي بتثبت العكس. السلحفة دي لاحظت ان في حاجة ورا ظهرها، وعرفت كمان انها مش هتقدر تساعد نفسها، ولكن هي راحت لإنسان عشان يساعدها. ولحسن حظها انه ساعدها. الكلب ده جاتله سكتة قلبية فجأة، ولكن الشخص ده بيحاول بكل الطرق انه يرجعه تاني للحياة. كلب صغير كان معدي على موقع انشاء للطرق، ولزق في مواد الاسفلت اللي بتترش على الارض. الكلب اتلزق كليا ما عدا بقه اللي قعد يعيط بيه عشان يطلب مساعدة. العمال الحمد لله لاحظت الكلب، وعملية الإنقاذ خدت منهم ساعات. اتنين مسافرين في كازاخستان. اللي يعرف كازاخستان درجة الحرارة هناك بتوصل ل50 تحت الصفر، يعني برد اكتر من الفريزر اللي عندكم في البيت. ولاحظوا غزالة واقفة ورقبتها موطية وثابتة على الوضع دوت. اللي يشوف المنظر ده هيقول ان ده تمثال، بس طلعت غزالة متجمدة من البرد. الناس دي نزلت من مكانها وساعدت الغزالة بكل الطرق، وكسرت كل التلج اللي عليها. الراجل اللي نازل دوت ومعرض نفسه للخطر مش نازل يصيف ولا حاجة، ده نازل عشان حمامة شافها وقع في المية مش عارفة تساعد نفسها. وبسبب شجاعة الشخص ده وعملية الإنقاذ اللي شبه مستحيلة قدروا ينقذوها. في حرائق الغابات للأسف أكتر المخلوقات اللي بتعاني هي الحيوانات. وفي وسط الحريقة دي ست كانت بتدور على الحيوانات اللي محتاجة مساعدة. لاحظت كنجارو صغير ايديه محروقة ومحتاج مساعدة. الاتنين دول شافوا حيوان الموس الصغير واقع من جبل في النهر، وكان في طريقه للغرق، ولكن شجاعتهم وسرعة رد فعلهم أنقذت حيوان الموس الصغير من الغرق. في بلد في الهند محاولة بائسة من كوجر بيحاول يدور على مية. للأسف راسه اتزنقت. الأسود والنمور بأنواعها لو متغمي عينيهم زي كده برضو تظل من أشرس الحيوانات اللي ممكن تشوفها أو تتعامل معاها. بس شجاعة الشباب دي أنقذت الموقف ورجعوه تاني لمكانه. للأسف الفيديو خلص. ياريت تقولي ايه اكتر موقف عجبك في الفيديو. ياريت نوصل الفيديو ده ل6000 لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو مش مشترك ياريت تدعمني باشتراك. سلام.